لو قُلت لك إن في طريقة تفكس لرخصة السواقة وتعمل رخصة العربية على طول، من غير امتحان سواقة بقى ولا إقماع ولا كشوفات طبية ولا تلِف على مكاتب حكومية، إيه المقابل؟ إن العربية هتسوق نفسها بالذكاء الاصطناعي. هاعمل دلوقتي حركة سحرية واعرف أنت بتفكّر في إيه. بنسبة كبيرة أنت واحد من 2، يا إما بتقول مستحيل أسلِّم رقبتي لآلة، يا إما بتقول أخيرًا وأنا أتعلّم سواقة ليه؟ تمام، أريّح دماغي وخلاص. وفي الحالتين اسمح لي أقول لك أنت غشيم. الغشامة الأولى، الخوف من الآلة، هي الغشامة الطبيعية بتاعة معظم العالم، والغشامة التانية، الثقة المفرطة في إنك تسيب الذكاء الاصطناعي يسوق عربيتك، غشامة إيلون ماسك نفسه، اللي أول لمّا بدأ شركة تسلا وتصنيع عربيات تسلا، قرر ينُط على آخر خطوة على طول، عربيات تسوق نفسها بالكامل. عشان يحارب الحوادث، لحد لما بقى على طريقة دارث فيدر نسخة من الفكرة اللي هو بيحاربها، والذكاء الاصطناعي نفسه لتسلا تسبب في حوادث وموت ناس. بس ثانية واحدة قبل ما تحكم على طول، لازم تبقى عارف ان غلطة ماسك مش فكرة التكنولوجيا، غلطة ماسك الحقيقية انه طلع من الصفر على الخامس مرة واحدة من غير تدريج، من غير ما يدي الناس او التكنولوجيا وقت ولا يجمع داتا كفايه. عشان كده في 2014 طلع الاس اي اي او سوسايتي اوف اوتوموتيف انجينيرز او رابطه مهندسين الاوتوموتيف، وقالوا يا جماعه اللي ناوي يعمل عربيه بتسوق نفسها لازم يبقى عارف ان في 5 مراحل لكده، وان ما ينفعش نطير فجاه من المرحله صفر للمرحله الخامسه مره واحده. في 5 درجات للقياده الذاتيه للعربيه. المرحله صفر زي معظم ان ما كانش كل عربياتنا النهارده، ان الانسان بيسوق العربيه بنفسه. المرحله الاولى ان العربيه تساعد الانسان بوظيفه واحده بس. المرحله الثانيه ان ممكن العربيه تبتدي تعمل وظيفتين وليكن مهمين جدا كمان، زي التوجيه والسرعه، لكن لا زال الانسان ايده على الدركسيون وبيسوق وبيقوم بباقي الوظائف. المرحله الثالثه العربيه اتجدعنت شويه فهتعمل كل حاجه بس انت ايدك لسه على الدركسيون. المرحله الرابعه ان العربيه تسوق نفسها لكن في مناطق معينه، يعني مثلا تسيب العربيه تسوق في مناطق زي التجمع او الهاي واي او طرق السفر، مناطق فاضيه مش هيبقى فيها اكشن قوي، لكن ما تسيبهاش تسوق نفسها في حتت زي الداون تاون او وسط البلد اللي احنا كمصريين اصلا ما بنبقاش فاهمين احنا او اللي حوالينا بنسوق ازاي. والمرحله الخامسه والاخيره بعد كل ده ان العربيه ممكن تسوق نفسها في اي مكان من غيرك تماما. الموضوع بالمناسبه عامل زي الفايف ليفلز اوف ديليجيشن اللي في الاداره كده، ما ينفعش تبقى مايكرو مانجر بتعمل كل حاجه بايدك ولا ترمي كل حاجه على الموظف اللي بيريبورت لك مره واحده، لازم تدريجه برضه. وكتاب فاكتفulness اللي كان بيتكلم عن ان في 10 اسباب بتعوق ان يبقى لينا رؤيه ناضجه للعالم قالها قبل كده، وكان قايل ان واحده من الاسباب دي اسباب فساد رؤيتنا، يعني ان احنا كبشر بنعشق الصدام ما بين الابيض والاسود، بنعشق اننا نشوف ان في جاب كبيره، ده بيسلينا، لكن للاسف بيعوقنا اننا ننسى اننا نشوف الطريق اللي في النص اللي مليان اغلبيه ورماديات ما بين الابيض والاسود. ما بنشوفش الطريق اللي في النص ده مع ان كل التطور اللي بجد بيحصل في النص. طب ليه التدريج مهم؟ مش بس عشان واخدنا بالراحه، انما كمان عشان الداتا. ردا على سؤال حد كان بيسالني في كومنت على الفيديو اللي فات، عربيات تسلا النهارده كلها مربوطه ببعض على حاجه اسمها هايف اي اي او ذكاء اصطناعي مجمع. عربيه تغلط كل العربيات تتعلم الغلطه في نفس الوقت، فكل خطوه صغيره بغلطه صغيره بتعمل داتا، فبتعلم وبتكبر الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ، وبتقربك بشكل تدريجي من اليوم اللي فيه ركوب العربيه هيبقى بامان ركوب الطياره. سمعت انت عن كام حادثه طياره؟ طب سمعت عن كام حادثه عربيه؟ طب تخيل لو العربيه بقت بنفس امان الطياره. عشان كده ما تخافش من الجديد، بس برضه ما تنطش، خد الطريق واحده واحده، وما تسمعش لحد بيقول لك لازم تعتمد على العربيه دي فورا بذكائها الاصطناعي، ولا تسمع لحد برضه بيقول لك ارفض انك تسلم رقبتك لذكاء اصطناعي، لان التدريج هو اللي هيبني ثقتك، وهو اللي يمكن يخلي التكنولوجيا دي تلغي رخصة السواقة فعلا في يوم من الأيام. أنت بقى في وجهة نظرك إمتى حاسس إن مصر ممكن تعتمد التكنولوجيا دي وبسببها تلغي رخصة السواقة باختباراتها بإجراءاتها؟ وإمتى أنت شخصيا تثق إن العربية دي تسوقك من غيرك؟ شاركني في الكومنتات، ولايك وشير وفولو لو عجبتك الحلقة دي. باي.